بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو تعريف الشبهة؟ الشبهة هي نترجمها حديث النبي عليه السلام: الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد برئ من ماله وعرضه. الشبهات اللي هي في حاجات بين الحلال والحرام بتبقى شبهة، يعني ممكن تبقى ميلة للحلال أو ميلة للحرام. من باب الورع إنك أنت يعني لو حاجة فيها شبهة ممكن تسيبها اتقاء ليها، أو تاخد بفتاوى بعض الناس اللي أنت بقى مطمن ليهم. من أهم الشبهات دي مثلا فوائد البنوك مثلا. ناس كتير قالت إنها من الربا، وناس تانية كتير قالت إنها لا مش ربا، دي مضاربة، والمضاربة مش حرام، وإنها بتحافظ لك على الفلوس بتاعتك مع الزمن، لأن الفلوس مع الزمن قيمتها بتقل. ناس تانية قالت لا، احنا نحط في البنوك الإسلامية اللي الفايدة فيها مش ثابتة عشان تبقى أقرب للحلال. وناس تانية بتقول لك لا، نجيز عادي الحلال. وناس تانية بتقول لك لا كده ولا كده، أنا مش عايز فوائد خالص. فهكذا دي من ضمن الشبهات. لو انت تقدر تتقي الشبهات يبقى أحسن، لكن يعني دي عايزة مقام اللي هو الورع، والورع مش أي حد بياخد بيه. وزي ما قلنا الشبهة هي بين الحلال والحرام، يعني الحلال بين والحرام بين، في حاجات حلال حلال وفي حاجات حرام حرام، وبينهم أمور مشتبهات. فإيه اللي بيتقي الشبهات زي ما قال النبي عليه السلام: قد استبرأ من ماله وعرضه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.